بص طعمه. احنا ليه بنحب محمد سعد؟ سعادتك بتكلمني؟ شنطة تعلم بابا ولا ايه؟ هقول لك انا، لانه بجد فنان قدر بكل بساطة يضحك الناس باسلوب لا فيه استظراف ولا رخامة. ده عشب. محمد سعد فنان ما عملش مشاهد مخلة وهي الحاجات دي، وقدر من خلال موهبته يكسب حتى حب الفنانين ليه. حلبوله فلاح حنجل. سعد من الفنانين اللي يخليك تعيش معاه في المشهد وكأنك معاه في الفيلم. قدر محمد سعد من خلال مشواره ان يعمل سلسلة تصدرت ايرادات السينما المصرية زي الليمبي واللي بالي بالك وعوكل. كوميديا محمد سعد كانت مختلفة لان بدايته كانت حاجة غريبة على الناس، شخصية مستهترة وبيستقبل المواقف اللي بتحصل له ببساطة، لو كمان بيبلطج على الناس. فين ال 15 جنيه عليه؟ عشان كده قدر ينزل بقوة في الساحة الفنية. ناس كتير بيختلف رأيهم في فنانين تانيين، لكن بالنسبة لمحمد سعد محدش يختلف عن موهبته. كل سنه وانتم طيبين. بصراحة الفنان الوحيد اللي يخلي أي حد يضحك غصب عنه. اللي بين قوسين ده. حب الناس لمحمد سعد ما جاش من فراغ. بصراحة الفنان ده أبدع في أدواره، طريقته وأسلوبه وحتى كلامه حاجة مختلفة، شخصية تلقائية ويموتك من ردة الفعل بتاعته. انت مين انت؟ فنان ما يختلفش عليه اتنين في موهبته. سعادتك بتكلمني؟ خفة دم محمد سعد مع الفنان الكبير حسن حسني في سلسلة أفلام محمد سعد زادت من حجم الكوميديا في أفلامه، لأنه معروف عن حسن حسني إن ساعد فنانين كتير في بداية مشوارهم الفني زي أحمد حلمي. محمد سعد أطلقوا عليه إنه عبقري الكوميديا، لأنه في أفلامه تحس إنه بيخترع كوميديا هو بيعمل المشهد. حاضر يا عم حاضر. في النهاية تتفق أو تختلف معايا، كل واحد معاه رأيه الخاص. أتمنى لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشتراك القناة. السلام عليكم.